السلام عليكم ورحمة الله. أصدقائنا الأعزاء عاملين إيه؟ هنبدأ كلامنا دايما زي ما اتفقنا بالصلاة والسلام على النبي المختار صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد أشرف الخلق. بقالنا كتير ما اتكلمناش من الأسبوع اللي فات. عندنا ماتشين بتوع الأهلي وعفوا يعني الدبان بتوع الأهلي والزمالك. الأهلي يعني عامل ماتش كويس. اتعادل 1-1 مع بتروجيت. بتروجيت فريق حلو قوي قوي. عندنا طبعا احنا محتاجين مهاجم، محتاجين مهاجم جدا. طاهر الموضوع معاه عكسي، الموضوع معاه عكسي قوي 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 قوي. مش عارف في ايه ماله يعني. طاهر مش الافضل بصراحة في الحتة بتاعت الهجوم. عنده تخوبة ما تفهمش، عنده حاجات كتير كده ما نفهمش. ده طاهر. آه، يعني ديانج المسباص عنده كتير قوي وعنده مجهود جبار يعني الحق يتقال، بس المسباص كتير جدا جدا جدا. آه، المدير الفني لسه جديد فمش هنقدر نحكم عليه بحاجة. مش هنقدر نقول مثلا أصله يا ريت كان عمل، أصله يا ريت كان سوى. مع راجل لسه جديد ما نقدرش نتكلم في حاجة. أحمد عبد القادر لما نزل كان كويس، كان كويس جدا، بس محتاج يكون اسرع ومحتاج يكون مباشر على الجون يعني. ده الجون انا رايح هنا، مش هقعد بقى الف كده وكده. باقي اللعيبه تمام يعني. مروان تمام. تريزيجيه الدور اللي لعبه في نص الملعب مش وحش، مش بطال. بن شرقي محتاج برضه يبقى يعني. والفرقه كان ليها شكل عشان برضه نقول لنا ولا علينا يعني. كور في العارضه وكور مش عارف ايه الفرقه كان ليها شكل، بس تحس ان في قطعه ناقصه. القطعة دي ممكن تكون إمام عاشور، ممكن تكون حسين الشحات. الاتنين دول بيلعبوا في الأماكن الضيقة حلو قوي وبيعرفوا يوجدوا فرص. نتمنى عودتهم ونتمنى إن هم يرجعوا تاني بشكل أحسن إن شاء الله. ده أول حاجة.